السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم أساسيات البرمجة باستخدام ال C++. النهاردة هنراجع بسيطا على ال Constant. كنا اتكلمنا الفيديو اللي فات إن لو أنا حابب أعمل variable ما ينفعش إن أنا أغير في قيمته مستقبليا، بستخدم const واكتب بعديها الداتا تايب واكتب مثلا أي variable وأقول له بيساوي وليكن 100. دي الطريقة اللي أنا كده خليت بيها ال variable اللي اسمه x بيتخزن فيه value 100، وما ينفعش إن أنا مستقبلا أجي أدي قيمة للإكس دي بأي حاجة تانية، يعني وليكن 500 مش هينفع، هيديني دايما إيه؟ هيديني ايرور، فما ينفعش ان انا اعمل كده. يبقى اللي احنا عرفناه من كونست دي ان هي بتبقى ريد اونلي، وطبعا مش محتاج اقول ان هي لازم يعني نديها قيمه في نفس السطر. يعني انا لو قلت له كونست انت اكس بس، يعني لو عملت كده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه لازم تديله قيمة، ما ينفعش تيجي في سطر تاني وتديها قيمة مختلفة، لازم في نفس السطر بتاعها. شوف هتلاقي دايما مديك ايرور، لازم في نفس السطر زي ما كنا عاملين في الأول. هي دي الطريقة الوحيدة اللي انت ينفع تدي بيها الاكس قيمة والقيمة دي ما تتغيرش مستقبلا. بعد كده هنتكلم مع بعض عن سكوب اوف فاريبلز، هنتكلم عن الجلوبال فاريبلز واللوكال فاريبلز. يعني ايه؟ دلوقتي تعالى نعمل فانكشن جديد. احنا اتفقنا قبل كده ان المين دي فانكشن، تمام؟ فاحنا هنعمل انت مثلا ونسميها اي اسم. انا هسميها ماي فانكشن، تمام؟ ونفتح القوس بتاعها ونعمل curly bracket. انا كده بقى عندي فانكشن تانية غير المين فانكشن، مش مهم مكانها فين، مش مهم قبلها، مش مهم بعدها، المهم ان انا دلوقتي عندي فانكشن تانية. وجيت فوق هنا خالص فوق الاتنين فانكشن دول وعملت int variable، هسميه variable كده زي ما هو بيساوي 5. هاجي هنا هقول cout variable، وهاجي هنا خلاص احنا مش عايزين ده تاني، هقول cout variable. لو جينا نعمل run هنلاحظ انه بكل بساطة ظهر عندي رقم 5. تفتكروا بقى الخمسة دي انهي 5 فيهم؟ هل الخمسة اللي ظهرت لي في المين ولا الخمسة اللي انا قلت له يظهرها لي في الفانكشن اللي اسمها my function؟ الإجابة إن هي الخمسة بتاعت المين. طيب ليه طيب هو ما اعتمدش خالص الماي فانكشن دي؟ بكل بساطة لأنه أنا قلت لكم مش فارق هي موجودة فين، موجودة قبلها موجودة بعدها، المهم إن جوه المين فانكشن أنا أنادي على ماي فانكشن ديت، لازم أنادي عليها علشان يبدأ يدخلها. فأنا لما بدوس ران بكل بساطة هو بيبدأ من السطر اللي موجودة فيه الانت مين ويبدأ يشوف ينفذ اللي جواها، ملوش دعوة باللي حواليها. أنا لو جيت جواها ندهت على كلمة ماي فانكشن ديت هيبدأ يخش جوه وينفذ اللي جواها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ده ازاي. بكل بساطة هناخد الماي فانكشن دي زي ما هي كده، ننادي عليها هنا بس. طيب علشان نبقى عارفين الفاريبل ده يعني لما نعمل رن خلينا بس ايه نقول from my function، تمام؟ علشان نبقى عارفين لما يطبع لنا الفاريبل اللي جاي من هنا نبقى عارفين ان هو من my function، وهنا نقول له ايه from main، تمام؟ تعالى بقى نعمل run ونشوف. هتلاقيه كاتب لي الاتنين لازقين في بعض بالظبط. طيب هنا ملناش دعوة بدي، ملهاش أي لازمة أصلا. المهم تعالى نعمل بقى هنا باك سلاش ان. قلنا باك سلاش ان وهنا باك سلاش ان. تعالى نعمل ران مرة تانية، هتلاقيه ظهر لي بالمنظر ده. طبعا لو احنا عايزين نسيب مسافة هنعمل مسافة كده، هتلاقيه المسافة ظهرت هنا، تمام؟ هو برضو الايرور اللي فات ده مش مشكلة في الكود، دي مشكلة عندي انا في الديباجر، لكن الكود سليم. لما نكتب نفس الكود مش هيطلع معاك الايرور ده، تمام؟ خلينا نجرب بس اخر مرة نعمل رن علشان بس يعملها بالمسافات. هيطلع لي زي ما احنا شايفين اهو الخمسة from main برضو،
وال5 from my function. اللي إحنا بقى استفدناه من الموضوع أو عايزين بقى عاملين عنه الفيديو ده ليه؟ إنه السطر ده هو ده يعتبر global variable. تمام؟ global variable. يبقى الvariable دوّة أقدر إن أنا أكسسه من أي function موجودة عندي، سواء كانت في الmain دخلت عادي جِبته، والmy function برضه قدرت إن هي تأكسسه عادي. ليه؟ لإن هو global variable موجود إيه، برّه أي function موجودة تقدر إن هي تقراه أو إن هي تشوف إيه اللي جواه. طيب لو أنا عملت هنا variable تاني سميته int y بيساوي مثلًا 9. تمام؟ وجيت هنا قُلت له زي ما هي my function وقُلت له إيه، cout y أهي. هل هيطلّع الy؟ هنلاقي لأ، ده عامل لي أصلًا error. طب الerror ده موجود ليه؟ لإنه الint y بيساوي 9 موجودة في الscope بتاع my function. الscope بتاع my function ما ينفعش إن أنا آجي أناديها في الmain. هنا ده اسمه local variable. تمام؟ طيب الlocal variable ده يعني أنا أقدر أنادي عليه جوّه my function بس. نفس الكلام في الmain لو أنا قُلت int z بيساوي 6. تمام؟ هاجي هنا هاقول له cout z هتلاقيه عامل لي إيه، عامل لي error. طب ليه عامل لي error؟ لإنه أنا عندي الz هنا موجودة في الscope بتاع الmain ده برضه local variable نفس الكلام. ما ينفعش إن أنا الlocal variable أروح أنادي عليه في حتّة برّه. طب إيه الحاجة الوحيدة اللي تنفع؟ الglobal. الglobal ده علشان موجود برّه خالص، برّه الfunction دي وبرّه الfunction دي، أقدر أنادي عليهم في الاتنين، لإن هو موجود براهم، برّه اسمه global. إنّما الlocal أقدر أنادي عليه جوّه هنا بس. هنا ده local أهو، أقدر أنادي عليه هنا بس. يعني أنا هنا ممكن أقول له cout الz عادي هيطلّعها مش هيدّيني error، هتلاقيه مطلّعها عادي. تمام؟ تعالَ ناخد ده كده علشان يطلّع لي الz بس. أنا علشان عامل هنا الz ما نسيت أعمل لها كده comment. خلّينا نعمل ليهم كلّهم comment. هتلاقيه طلّع لي 6 اللي هي العادي الint z بيساوي 6 cout z 6 هيطلّعها ما فيش أي مشكلة. تمام؟ يبقى إحنا كده عرفنا الفرق بين الglobal variable والlocal variable. تمام، أعتقد كفاية كده لحد النهارده، وإن شاء الله الفيديو الجاي هنعمل حاجات جديدة، وهيبقى في exercise برضه إيه حلو كده هنعمله إن شاء الله الفيديو الجاي. بس فمش عايز أطوّل عليكم الفيديو ده. شكرًا جدًا إن أنتم اتفرجتوا لحد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.